ازيكم عاملين ايه؟ حق محمود لازم يرجع. حق محمود اللي اتقتل في ايطاليا لازم يرجع. الشاب محمود اللي عنده 19 سنة يلاقوه مرمي على البحر في جنوة، متقطع ايديه ورجليه وراسه. يا جماعة ايه اللي بيحصل ده؟ شاب مصري حب يروح يكون نفسه في ايطاليا، حب يشتغل، هرب من الغلا وهرب من الوجع القلب وحب يروح يكون نفسه زي اي شاب عايز يبدأ حياته، زي اي شاب عايز يبدا طريقه. ما كانش ليه في العط ولا ليه في نيله، وكان من شغله لبيته لبيته لشغله وخلاص على كده. باي ذنب يتقتل بالطريقه البشعه دي؟ باي ذنب محمود يلاقوه متقطع وجثته مرميه على البحر بالطريقه دي؟ عمل ايه عشان يتعمل فيه كل ده؟ يا جماعه لازم السفاره المصريه تتحرك في ايطاليا وتشوف ايه قصه الشاب محمود ده. ريجيني لما اتقتل في مصر الدنيا اتقلبت، ما قعدتش، وجابوا لجان تحقيق وقعدوا يحققوا لغايه دلوقتي. قصه ريجيني متداوله ولسه بيطالبوا بحق ريجيني ولسه عايزين حق ريجيني. كلها ان المصري يا جماعه ما ينفعش يتهان بالطريقه دي، لازم حق محمود يرجع. الفيديو ده يلف الدنيا كلها. حق محمود لازم يرجع يا جماعه. شاب مصري 19 سنه لا راح ولا جه ولا عمل حاجه في حياته غير انه حب انه يكون مستقبله وانه يشتغل ويدفع الدم في الغربه ويبعد عن اهله ويبعد عن ناسه عشان خاطر يعمل حياه كريمه ويقدر يعيش ويكون نفسه. جنبه انه يتقتل بالمنظر ده وباي ذنب، باي ذنب يتعمل فيه كده. حتى لو كان عمل ايه جثته يتمثل بيها بالشكل ده وتتقطع وراسه ورجليه وايديه. يا جماعه حرام والله، اقسم بالله دم المصري عمره ما يكون رخيص. لازم الناس تتحرك ولازم السفاره المصريه تتحرك ويعرفوا ايه قصه محمود ويجيبوا حق محمود. حق محمود لازم يرجع، والله حق محمود لازم يرجع.